السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما وحبابكم وصحابكم وكاع الناس اللي عزازين عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وقصه جديده. انا سميتي يوسف، في عمري 33 عام، كنخدم بوليسي واختاريت هذه الخدمه حيت عزيزه عليا بلادي وبغيت نقيها من المجرمين. غادي نرجعكم معايا فاش كانت عندي 25 عام وكنت يلا بديت الخدمه، وتعرفت في الخدمه في مده قصيره، حيت اي قضيه كنت كنشدها كنحلها في وقت قصير، وما كايناش القضيه اللي كطيح بين يديا وما نحلهاش. وفي واحد النهار وصلني اتصال من عند واحد الراجل كيبلغ على الدار الدعاره في حومته، وباللي صدعوه وما خلاوش ينعس بالصداع اللي دايرين. جمعت الفرقه ديالي ومشينا للدار، وفاش وصلنا لقينا غير جوج بنات في الدار، وشويه وهي دخل مرة متوسطه في العمر تكون في الربعينات ديالها. ديناهم كاملين الكوميساريه وبدينا في التحقيق. البنات بزوج قالوا باللي كيعرفوا المراه الكبيره غير من مده قصيره، واللي هي مولات الدار، وعرضات عليهم في ديك الليله وكانت خرجت تجيب غير شي حاجه باش يجلسوا ويتوانسوا بها في الطبله وترجع. وكانوا مخدمين الموسيقى مجهده باش ينشطوا، وهادشي اللي صدع الجيران وخلاهم يقدموا الشكوى. المهم بعد تحقيقات ما لقينا حتى حاجه ماشي هي هذيك عند البنات، وما كانش عندهم سوابق. وواخا ديك الدار تاكدنا منها باللي مشبوهه وسمعتها ماشي تلهيه، وطلبنا من البنات يعاونونا باش نوصلوا لمولات الدار اللي كدير فيها الليالي الحمراء. وبالفعل عاونونا وشدينا مولات الدار والمساعدين ديالها، وانا حليت هاد القضيه. ولكن غتبدا قضيتي مع وحده من هاد البنات اللي طحت بشباكها. كان سميتها سعاد وفي عمرها 24 عام. حسيت باللي خدات ليا عقلي وقلبي، واخا انا ناشف وقاصح في طبعي، ما عمري فكرت نرتبط ولا نتزوج بسبب خدمتي اللي كانت واخده وقتي كامل. والموت ديال الوالد خلاني نهز المسؤوليه ديال امي واختي، وانا الراجل الوحيد في الدار. المهم دازت ايام واسابيع وما نسيتش ديك البنت، واخا قلت يمكن غير احساس ودايز. تزعت زعطه زغبيه، وانا نقرر نصوني عليها حيت نمرة تليفونها بقات عندي من التحقيق اللي درنا معاها. صونت عليها المره الاولى والو ما كتجاوبش، المره الثانيه والو، المره الثالثه جاوبتني. قلت لها الو سعاد اللي معايا؟ قالت لي ايه هي هذه اللي معاك، شكون معايا؟ قلت لها معاك الضابط يوسف، وهي تسكت. وحسيت بالانفاس ديالها تسارعات، وبدات كتمتم وهي كتقول لي ياك لاباس، واش واقع شي حاجه، واش واقع شي مشكل؟ قلت لها لا، غير المعلومات اللي عطيتينا ناقصه وخاصك ضروري تجي عندنا. وبيناتنا راه ما كانت لا ناقصه لا والو، درتها غير حيله باش تجي ونشوفها. وهي تقول لي واش ما يصلحش في التليفون؟ قلت لها لا، ضروري خاصك تجي وتحضري. وهي تقول لي واخا خويا غدا نكون عندكم. وقطعات، وغير قالت ديك كلمه خويا قلبي ضرني، ما كرهتش شكون قلت ليها خوك هو اللي في الحمل المدنيه معاك. وانا كنتسنى الساعه اللي غادي تجي فيها وفيا شي حماس غريب بحال شي وليد صغير. وانا نفيق وقلت راسي يجمع راسو راك بوليسي زعما. وجاتني ديك الفكره ديال كيفاش انا بوليسي نبغي وحده واللي كنفكر نتزوج بيها، وانا لقيتها في شقه للدعاره. واخا ما لقيناش عليها حتى دليل بانها من اصحاب الدعاره، ولكن راها كانت في بلاصه موسخه. وانا نقول صافي ما نبقاش نفكر، خلي كل حاجه تجيب وقتها. المهم رجعت للدار، لقيت امي واختي كيتعشاو، وغير جلست اختي شافت فيا وقالت لي مالك بنتي ليا ماشي هو هذاك. قلت لها غير الضغط ديال الخدمه. كليت معاهم اللي قسم الله، وبيني وبينكم غير درت يديا باش ما يقويوش عليا الاسئله. وغير نط مشيت لبيتي، تبعاتني اختي الفضوليه كتجري، قالت لي غير قرقر شنو كاين، عاود لي غير عاود لي تبقى بيني وبينك. بقيت كنشوف فيها وكنضحك، قلت ليها الله يهديك يا هاد البنت راه ما كاين والو. وانا نجر مليتي وغطيت راسي وقلت ليها خرجي خليني ننعس. وهي تبدا تجر عليا المانطه، ايوا هي تجر وانا نجر، بدينا كنتجاروا بالشعر ونضاربوا بالمخاد. وهي تدخل علينا امي وخلطاتنا بزوج بالعصا، وكل واحد مشى لبيتو. وخاصكم تعرفوا بلي انا واختي قرب بزاف لبعضياتنا ومولفين بحال هادشي. وواخا جرات عليا امي خلاتها غير مشات ورجعات دخلت لبيتي وهي كتموت بالضحك، وجلست حدايا وقالت لي خويا يوسف عاود ليا، راه هاد الليله ما غاديش يديني النعاس لما عاودتيش ليا. وبدات تدبر عليا في دوك العينين ودير ليا الشوفه ديال القطه المسكينه. وانا استسلمت ليها وعاودت ليها كل شيء،
وقلت ليها دابا البنت غتجي عندي غدا، شنو غادي ندير؟ وشفت في عينيها ديك النظره البريئه مشات وجات النظره شريره، وهي كتضحك وانا نقول ليها نوضي سيري في حالك تنعسي، ندمت علاش عاودت ليك. وهي تقول لي تغير بلاتي مالك دايره هاد الحاله كامله، صافي خليها تجي غدا ودير بحال غتاخد معلومات وشوف واش هاد الشيء اللي كتحس به من جهتها صحيح ولا لا، وديك الساعه نشوفوا شنو نديرو. وهضرتها الصراحه ريحاتني بزاف، نعست مزيان وفقت ناشط، دوجت وصليت وفطرت، وتقول غير عريس صافي. مشيت لخدمتي وبديت كنحس بالسوايع، ودازو سوايع هما وهي ما جاتش. ويلا غنهز التليفون نعيط ليها، دق عليا البوليسي قال لي كاينه واحد السيده بغات تشوفك سميتها سعاد. قلت ليه دخلها، دخلت سلمت عليا من بعيد، رديت عليها السلام وجلسات وهي مرتاحه، وانا ربي بوحدو اللي عالم داكشي اللي داخل عندي. وبديت كنهضر معاها وعرفت باللي باها ميت وما عندهاش خوتها، وعايشه مع امها وكيصرفوا من واحد الشهريه خلاها ليهم باهم ديال التقاعد. وشكرتها ومشات، وغير هي مشات حسيت بقلبي مشى معاها. ما عرفتش هادشي اللي كنحس به، ولكن حاولت نتجاهلو الاسابيع وما قدرتش، وكنت مستمتع بهذيك الاحاسيس والمشاعر اللي اول مره كنحسها. وقررت نمشي للحومه ديالهم ونسول عليها، وما سمعت عليها غير الخير. ولكن اللي جاني غريب هو ان دارهم كبيره وفي حي راقي، وبحكم خدمتي دغيا غادي نستنتج باللي الخدمه ديال باها الله يرحمه ما ديرش ليهم ديك الدار كامله وفي داك الحي بالضبط. ولكن قلت غيكونوا ورثوا شي ورثه ولا شي حاجه. رجعت للدار ودخلت لبيتي، وتبعتني اختي الفضوليه وقلت ليها دابا عندنا مشكل كبير، وهو كيفاش غادي نقول لامي بغيت نتزوج بنت لقيتها في دار الدعاره، وكيفاش غادي نقنعها باللي هي ما دارت والو وغير كتب عليها الله المكتاب وتشدات في ديك الدار. قلت لاختي انا صافي هاد البنت غادي نتزوج بيها، وانتي اللي غادي تفكيني، غادي تقولي لامي باللي هي صاحبتك، خصوصا انكم في نفس العمر. جاوبتني وقالت لي واش كتسطى عليا؟ امي عارفه صحاباتي كاملين، ما غاديش تيقني، وكنصحك تقول ليها الحقيقه. مشيت عند امي وقلت ليها ديري لنا الوالده شي كويس ديال اتاي، بغيت نشربوا انا وياك. دارت اتاي وجلسنا، وانا كندور في عينيا قالت لي قول اش بغيتي، راه بنتي ليا هاد الايام ماشي تلهيه. وانا نقول مع راسي لهاد الدرجه كنت مفضوح، وانا نجيها نيشان ومن الاخر. قلت ليها بغيت نتزوج. جاوبتني وقالت لي احسن حاجه ولدي، ومالك داريخ ومرول. قلت ليها حيت بغيت نتزوج. قالت لي راه سمعتك واش انا سمكه؟ وشكون هاد سعيده الحظ اللي قبلات بك؟ وانا ما نقدرش نكذب على امي وقلت ليها الصراحه، وغير قلتها ليها لون وجهها تبدل وغوشات وهي تسكت. قلت ليها امي راها بنت نقيه وما عندها حد، عايشه غير وهي وامها، يعني يتيمه. وبقيت كنزين ليها في البنت حتى قالت لي يكون خير ولدي، اعطيني الرقم ديال امها نهضر معاها. انا طرت بالفرحه، قلت ليها واخا امي اعطيني شويه ديال الوقت ونجيب لك النمره. وانا ديك الساعه صيفطت رساله لسعاد وقلت ليها فيها انا الضابط يوسف ناوي المعقول وداخل من الباب، وبغيت النمره ديال الوالده ديالك تهضر معاها الام ديالي ويكون خير. وهي تقراها في البلاصه وما جاوبتنيش، وكان قلبي غادي يوقف. داز نهار يومين، نهار الثالث اتصلت بيا وقالت لي انا هضرت مع امي وقالت لكم مرحبا بكم ونمرتها غنصيفطها لك، وقت ما بغيتو تجيو اتصلوا بيها ومرحبا. انا طرت بالفرحه ومشيت عند امي كنجري نبوس ليها في راسها ويديها، واختي كتموت عليا بالضحك وكتقول لي والحب ما يدير. امي مسكينه فهمتني بلا ما نهضر، وخدات الرقم وعيطات لموت سعاد ديك الساعه. وموت سعاد طلبت شويه ديال الوقت باش يقولوها العم ديال البنت اللي ساكن في مدينه بعيده، ويسولوا عليا حتى انا. وانا ما نشكرش لكم راسي، الحمد لله خدام مزيان محافظ على صلاتي وما عندي حتى بليه من غير البليان ديال الخبز. وعاد هاز امي واختي، وحاجه الوحيده اللي تخلي هذا الزواج ما يكملش هي انها تطلب تسكن بوحدها، حيت انا ما مستعدش نخلي امي واختي ونمشي واخا نكون كنموت على التراب اللي كتمشي عليه. المهم دوزت واحد السيمانه صعيبه ديال الخدمه، ونهار الجمعه رجعت تلقات لي اختي وهي طايره بالفرحه وقالت لي راهم وافقوا وغادي نمشيو عندهم السبت في العشيه باش نديروا النظره الشرعيه. وانا ديك الليله بزز باش داني النعاس،
لو ما كانش العيا ديال الخدمة محال نعس من الفرحة، وغير فقت مشيت للحلاق ومشيت للحمام وشريت حوايج جداد، تبوقست واحد التبوقيصة ما عمري تبوقستها في حياتي. وفي العشية هزيت امي واختي ومشينا عندهم، بطبيعة الحال ما دخلناش بيدينا خاويين، واستقبلنا عمها بالابتسامة وتا هما استقبلونا بالابتسامة. وبدا عمها كيسولني فاش خدام وشنو الرتبة ديالي في الخدمة. وملي وصل للدار كنت غنموت بالخوف. قال لي فين غادي تسكن بنتنا؟ قلت ليه غتسكن مع دارنا، حيت انا الراجل الوحيد في الدار وما نقدرش نتفرق عليهم. وقال لي هادشي كيخصها هي اللي غادي تجاوبك. وهو يعيط ليها. دخلت عندنا وعمها ناض خرج. اش غادي نقول لكم على الجمال ديالها في ديك اللحظه؟ كتبان بحال شي قمره مضويه في ليله كحله، والحشمه اللي في خدودها خلات عليها واحد السر خلات قلبي يضرب في 90. المهم هضرنا شي شويه وكان باين عليها التوتر وبزاف باش كانت كتخرج ليها الكلمه. وسولتها واش قابله تعيش معايا ومع امي واختي في نفس الدار، ووافقات. وتما ارتاحيت وخطبتها، ومن بعد 3 شهور درنا العقد. وفاش درنا العقد شفت شي امور غريبه صراحه، وهي فاش كنت كنمشي نشوفها في دارهم كنت كنلقاها شاريه ليا كادوات غاليه، وخدت انا ما كندخلش بيدي خاويين، ولكن داكشي اللي كتجيب هي غالي. وكنت كنقول لها ما تبقيش تشري هادشي غالي، وعاد ما عمرها طلبت مني الفلوس، وحتى فاش كنعطيهم ليها كترفضهم وما كتشدهمش مني. واكتشفت باللي عندهم خدامه في الدار، وجاني غريب انها تقبل عليا انا وهي ساكنه في هاد الدار وعايشه في هاد المستوى هذا. وخا باقي ما عرفتش الفلوس منين تيجيوها الصراحه، لان ديك الفلوس اللي كتشد في الشهر اللي مخليها لهم باهم ما ديرش لهم هادشي كامل. ولكن الصراحه تقال كانت درويشه وما متكبراش وبحاجه بسيطه كتفرح. المهم داز عام ودرنا العرس، والعرس كان غير بين العائله بسيط بزاف، حيت قلنا دوك الفلوس اللي غادي نخسروهم في العرس نسافروا بيهم حسن. وداك الشيء اللي درنا، سافرنا بزوج، دوزنا سيمانه ديال العسل، ماشي شهر كيف ما كتقولوا، غير سيمانه. وتعرفنا فيها على بعضياتنا اكثر وبغينا بعضياتنا اكثر، ودوزنا اوقات ما عمري نساهم. وملي سالات السيمانه رجعنا للدار، وتلاقات لينا امي واختي بالحليب والتمر والبخور. وهاد البخور كانت جابته من الوالده معاها من الحج وعزيز عليها، ما كديرو غير في النهار الكبير. وكان باين عليهم فرحانين ليا من قلبهم. ودازت الايام وكنشوف مراتي واختي علاقتهم زوينه وكيدوزوا وقت طويل مع بعضياتهم، وحتى امي كانت مفاهمه مع مراتي، وهذا الشيء كان مريحني بزاف ومفرحني. ومراتي كانت كتمشي تشوف امها مره في السيمانه. ودازت 9 شهور على زواجنا وما كان داز بيناتنا حتى شي مشكل كبير. كانوا مشاكل، ولكن هذوك المشاكل اللي كيخليو الزواج حلو. وبديت كنفكر في الوليدات اللي عمروا عليا ويعمروا على الوالده، وخصوصا كنبغي مراتي وبغيت وليد ولا بنيته منها. جبت مراتي وجلستها وجبت معاها الموضوع، قلت لها داز 9 شهور على زواجنا وباقي ما سهل علينا الله في الوليدات، شنو بان ليك الا نمشيو عند الطبيب نشوفوا شنو كاين؟ وهي تقفز من بلاصتها، قالت لي شنو كتقصد بهضرتك؟ قلت لها والو، غير بغينا وليدات يعمروا علينا الدار. وهي تبرد وقالت لي حبيبي، واش انت كتفكر في الولاد من دابا؟ خلينا تنكملوا غير بعد عام ونعيشوا حياتنا شويه. وقلت لها مرحبا. حتى هذا كلام. داز عام ونص على زواجنا وانا كنشوف علاقه مراتي بعائلتي كتزيان اكثر، خصوصا مع اختي اللي ولات معاها 24 ساعه على 24. وما بقيتش كنشوفها كيف الاول، وليت فين ما ندخل نسول عليها ومتى تقول لي راها ناعسه، ولات غير في بيتها ما كتخرجش. ياك ما غيجي هذاك المرض اللي كيقولوا ليه الاكتئاب. وانا نمشي عند اختي، دقيت ودخلت عندها، لقيتها شاده التليفون وغير دخلت حطاتو، وقربت ليها وطلبت منها السماحه وقلت لها سمحي لي انا ما بقيتش كنخرجكم ولا كنجلس معاكم بسبب الضغط ديال الخدمه. وقلت ليها شنو بان ليك نعلمك تسوقي باش تبقاي تخرجي انت وامي وقت ما بغيتو. وفرحات بزاف وباست ليا راسي. وبالصراحه انا علمتها غير شي 3 ولا 4 ديال المرات بسبب الوقت اللي عندي مزير في الخدمه، ولكن مراتي ما خلتش من جهدها، حيت هي كانت كتسوق علمات لي اختي، حتى هي ولات خطيره في السوقات ومشات دوزات البيرمي وخداتو. وشريت ليها واحد الطوموبيله صغيره طلق فيها يديها، ولات ديما خارجه ما كتجلس، مره مع امي مره مع مراتي، وغالبا كتخرج بوحدها.
وانا تلهيت في خدمتي، ولكن كنت حاس بشي حاجه ماشي هي هذيك. بحال تشتتنا، انا ملهيت في خدمتي واختي ولات غير خارجه، ومراتي يا اما في التليفون يا اما عند امها، وامي ديما تلقاها مجمعه مع الجيران. ما عجبنيش الحال نهائيا، وبقوة التفكير ضررني راسي. مشيت للمجر ديال مراتي اللي كدير فيه الدواء باش ناخذ الدواء ديال الراس، وانا نتصدم من داكشي اللي لقيت حبوب منع الحمل. هنا خاطري تزير بزاف، وعرفت السبب اللي خلى مراتي ما تولدش او لا ما تحملش. علاش ما بغاتش تولد معايا؟ واش ما كتبغينيش؟ ولا كانت ما كتبغينيش علاش تزوجات بيا وكتشري ليا كادوات غاليين بزاف اللي ما عمري نقدر نشريهم، ومغليه فيا وكدير ليا خاطري؟ راسي بقى كيسول وكيجاوب غير بوحدو. رجعت حبوب المنع الحمل لبلاصتهم، وحاولت ندير ليها اعذار وندوز الموضوع، وما واجهتهاش. ولا غد ليه مراتي كانت باغا تمشي عند امها، قلت ليها انا نوصلك، قالت لي لا غادي توصلني اختك. وقلت ليها اللي بغيتي، ومشيت للخدمه وعقلي مرفوع، ما عندي خاطر لا الخدمه لا حتى حاجه. ومن بعد 3 ديال السوايع على الخروج ديال مراتي واختي من الدار، اتصلت بيا موت مرتي كتسول فيا وعلى احوالي، وطلبت مني شي فلوس سالف. وانا مستغرب قلت لها مرحبا على الراس والعين. وقبل ما تقطع سولاتني على مراتي، وانا نتصدم وقلت لها بخير الحمد لله. بقيت مستغرب من سيبتي اللي بنتها عندها الفلوس اللي كتشري بها حوايج غاليين، وهي جايه باغا تسلف مني. ومستغرب حتى من مرتي اللي قالت لي غادي تمشي عند امي وما مشاتش عندها، ولا ما وصلتش عندها. ما بقيت فاهم حتى شي حاجه. وحتى اختي اللي ولات داخله خارجه وما فاهم فيها حتى حاجه. حسيت بهذا الشيء كتر عليا بزاف، وانا ناخذ كونجي من الخدمه باش نحل هاد المشاكل اللي عندي في الدار واللي غادا وكتكبر. رجعت للدار ومشيت لبيت اختي كنقلب فيه. داك المحقق اللي عندي لداخل ضروري خصو يخدم، وانا نسمع اختي ومراتي كيسلموا على امي. وخرجت عندهم قلت لمراتي كي لقيتي ماماك؟ قالت لي لاباس عليها الحمد لله وكتسلم عليك. وهنا بحال ذبحتيني، والثقه كامله اللي كنت داير فيها تزعزعات. وهنا خرج المحقق عاوتاني اللي عندي لداخل. وبصراحه شديت كونجي من الخدمه، ولكن ما شديتش الكونجي كضابط شرطه. سولاتني مراتي معاش غادي نخرج في الصباح؟ قلت لها غنخرج حتى لمور الظهر. قالت لي الله يعاونك الحبيب ديالي، ونعسات. والصباح مع الظهر خرجت من الدار وكريت الطوموبيل، حيت ما بغيتش يشوفوني بالطوموبيله ديالي ملي نكون تابعهم. وبقيت حدا الدار مخبي وكنتسناهم يخرجوا. شويه وهي تخرج مراتي ركبت طوموبيلتها ومشات، وانا تابعها. وبقات غاده تقريبا نص ساعه ديال الطريق، حتى وصلت لواحد الحومه كلها بني عشوائي اللي كنقولوا ليهم البرارك. ودقات واحد الدار كنقصد واحد البراكه، وحل ليها شي حد ما عرفتو واش راجل ولا مرا. عطاها واحد الميكا كحله وسد الباب، وهي رجعت ركبت في الطوموبيله ديالها وشدت الطريق. مشات وانا تابعها، وبقات غاده حتى دخلت الحي راقي وحبسات قدام واحد الفيلا. وقلت يمكن جايه تزور شي واحد من العائله ولا من صحاباتها، ولكن هي ما وقفتش قدام الباب الرئيسي ديال الفيلا. مشات للباب ديال الخدامه ودخلات، وما كملاتش 2 ديال الدقايق وخرجات وهي كتخشي شي حاجه في صاكها. ركبات طوموبيلتها ورجعت للدار. وغير رجعات عرفت باللي مراتي كتبيع المخدرات، اي الحشيش والكوكايين قرقوبي. وما تنساوش انا بوليسي، هادشي كنفهمو طاير. راسي بغيت طرطق ديك الحومه اللي مشات ليها معروفه بالتجاره ديال المخدرات، وانا بوليسي واديت اليمين نحمي بلادي من بحال هاد المجرمين. وتطلع وحده منهم في داري وكتاكل ماكلتي وتنعس في فراشي. فوقيتها نسيت واش هي مراتي. ركبت طوموبيلتي وشديت الطريق للكوميساريه نقدم شكايه بها. وبقيت في طوموبيلتي شحال كنقول مراتي هادي، واش غادي نشكي بمراتي اللي كنبغيها وكنحماق عليها؟ ما حسيت بدموعي حتى نزلوا. مسحتهم وجمعت الوقفه ودخلت عند الضابط صاحبي وعاودت ليه كل شيء، ودموعي ما بغاوش يحبسوا. قال لي تهدن وذكر الله. كل شيء في هاد الدنيا ابتلاء واختبار. انت جيتي عندي وهضرتي معايا بصفتي صاحبك، ولكن انا غنجاوبك بصفتي الضابط. غادي تفتح تحقيق وانت اللي غادي تشدو، وانا عيني غادي يخرجوا. خفت
وماشي خفت عليا ولا على خدمة ديالي، خفت على امي وختي من الصدمة. والضابط صاحبي قال لي خاص انت تتكلف بالتحقيق باش ما يقولوش انت شريكها، وغيعطيني كاميرات مراقبة صوت وصورة باش نركبهم في الطوموبيلة ديال مراتي، وحتى الجي بي اس باش نراقبوا التحركات ديالها، ونراقبوا حتى تليفونها باش نعرفوا الميساجات ديالها ومع من كتهضر. صاحبي بدا كيكتب في البلاغ وانا غادي جاي عليه في داك البيرو، وانا نقول ليه صافي ما بقيتش باغي ندير بلاغ. كيفاش المراه اللي بغيتها وكنت باغيها تكون موت ولادي ندخلها للحبس وعاد انا ما متاكد من والو؟ وصاحبي اعطاني الورقه وقال لي خذ هاد الورقه وسير للمركز ديال الكمبيوتر الخاص بالخدمه وخذهم ودير اللي قلت ليك باش تاكد عاد نرفعوا شكوى. وانا بقيت رافض. هو يجمع معايا بواحد التصرفيقه حتى الدنيا دارت بيا، وانا نبدا نبكي وشدني وقال لي مراتك كتهرب المخدرات اولا كتاجر في المخدرات، بغيتي ولا كرهتي، وهنا غيبان القسم اللي اديتي، يا اما تكون مخلص للوطن ديالك ولا خائن. ورمى عليا الورقه وخرج. خديت الورقه وخديت الكاميرات ومشيت للدار ولقيت كل شيء ناعس. دخلت لبيتي مراتي ناعسه وما حملتش حتى نشوف فيها ولا نعس حداها، ولكن صبرت راسي وقلت باللي ما عندي حتى دليل، خليني نتاكد بعدا. دوزت ديك الليله كامله وانا كنخمم، والصباح فقت بكري ركبت الكاميرات في طوموبيلتها ودخلت تطبيق كيخليني نراقب الكاميرات من تليفوني، وحتى صاحبي كيقدر يشوف من الحاسوب ديال الخدمه، وكيف قلت لكم حتى تليفونها مراقبينه. وبقينا على هاد الحاله حتى دازت 15 يوم، والكاميرات سجلوا اللي كنت خايف منه، وبطبيعه الحال سجل صوت وصوره. في واحد النهار جاها اتصال من عند شي راجل وهضرات معاه بكلمات مشفرة، ولكن هي ما عرفاش راسها مع من كتلعب. هذا الضابط يوسف وأجرك على الله، الضابط يوسف ومن لا يعرفه. أنا فهمت دوك الشفرات كامل اللي دازت بيناتهم، حيت هذه خدمتي. دارت مع واحد الولد في عمره 17 عام باش يتلاقى معاها، وصاحبي قال لي بلا ما تمشي معانا. قلت لي ضروري غادي نمشي باش تعرف بلي انا عارف وباش حتى حد ما يقيسها من غيري انا. غتقولوا لي واش باقي كتغير عليها؟ نقول لكم هادشي اللي عطى الله. وزيدون هي راه باقا مراتي. مشينا ووقفنا عليها وهي متلبسه وفي يديها الممنوعات، وغير شافت البوليس شافت فيا وكتقول راه ما درت والو، عافاك تيقني. وانا نقول ليها بقلب قاصح وجامد انتي راهنا الاعتقال بسبب الاتجار في المخدرات، ودرت ليها المينوط وطلعتها في الطوموبيل، وطلبت من صاحبي هو اللي يشد القضيه ديالها وطلقتها. وامي فاش ساقط الخبار تصدمات وبقات كتقول لي راكم غالطين، سعاد ماشي ديال هاد الشيء. وانا نقول ليها كل شيء ضدها بالصوت والصوره. واختي ما كانتش مصدومه الصراحه. وفي واحد الليله من نفس السيمانه اللي تشدات فيها سعاد دخلت عندي امي للبيت وبدات كتهضر بشويه، وانا خفت غير من النبره ديال صوتها خفت. قالت لي اختك شفاره. قلت لها كيفاش اختي شفاره؟ قالت لي سرقات لي خاتم ديال الذهب وانا متاكده من هادشي اللي كنقول. وهنا داكشي اللي كنت خايف منه وقع. جمعت الوقفه ومشيت عند اختي، دخلت لبيتها وهي تخلعات وقفزات من بلاصتها، وبديت كنقلب في بيتها حيت داك المحقق اللي في الداخل ديالي بغى يفهم عاوتاني شنو واقع وبالطريقه ديالو. وانا كنقلب هي كتغوت عليا وكتقول لي خرج من بيتي، حتى لقيت المخدرات مخبياهم عندها وشفت فيها وهي تجلس للارض وبدات كتبكي. وانا جلست حداها سولتها شنو هذا؟ قالت لي يا سعاد طليقتك هي اللي بلاتني بهاد السم. في هاد اللحظه حقدت على سعاد كتر، ما كفاهاش غير تبيع ولات كتبلي الناس باش تبيع. وهنا فهمت منين كانت كتجيب ديك الفلوس كامله باش كتشري ليا الكادوات الغاليين والماركات المعروفين. وطلبات مني اختي نعاونها باش تعالج من هاد الشيء، وغير مي ساقط الخبار شبعات فيا معيور وسبان وسبات فيا كلشي. قالت لك انا اللي درت هاد الشيء كامل، وكون ما تزوجتش هذيك بنت الزنقه كون ما وصلناش لهاد المشاكل وكون اختي ما تبلاتش. ولكن ردت انا ضحيه لهاد المجرمه وضحكات عليا وما عمرها بغاتني ولا قدراتني. مع مرور الوقت امي سمحات ليا واخا ما عرفش شنو درت من غير اني اخطات الاختيار. واختي الحمد لله تعالجت من الادمان وتزوجات وولدت بنيته ووليد، وانا كرهت الزواج ومن اللي يجي منه. ولحد الساعه
مقرر ما عمري نتزوج. وهنا سالت القصه ديالنا ديال يوسف. انا كنقول لك يا يوسف، ماشي كلشي بحال بحال، وربي اختبرك وامتحنك، واكيد تعلمتي من تجربتك. وكنقولوا ديما الله يلاقينا مع ما احسن منا، وانتوما احسن ناس واحسن متتبعين. كنقول لكم الى عجبكم المحتوى ديال القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وديروا واحد جيم باش تشجعوني وتدعموني، لانني محتاجه لتشجيعكم ودعمكم بزاف. شكرا لكم على الاستماع. السلام عليكم.